كنت دايما بفتكر ان النهاية بتبقى موجعة ومؤلمة، نهاية اي علاقة بقى، ان كانت صداقة، ان كانت زواج، ان كانت زمالة، ان كان اي حاجة من الحاجات اللي هي العلاقات الانسانية. بس في لحظة من اللحظات ممكن النهاية ما تبقاش موجعة وما تبقاش مؤلمة وتبقى عادية، لأن السيكونس بيؤدي في النهاية تتابع الأمور والأحداث، لأن بتوصل للحظة مش فارقة، بتوصل للحظة عادي، بتوصل للحظة مش مهم، توصل للحظة كده ما بيبقاش عندك مشاعر ولا أحاسيس بأي حاجة، حالة من حالات التبلد كده، عدم الاهتمام، خلاص بتوصل للآخر. لما بتوصل للحظة كده مش فارق، مش مهم، مش مؤثر، فتبقى خلاص ما بتبقاش في حاجة مؤثرة، ما بتبقاش في حاجة مؤلمة، ما بتبقاش في حاجة محزنة، بيبقى كأنه زي ما بيقولوا كده فيلم اتفرجت عليه وشفت نهايته وخلاص وانتهينا. شعور صعب جدا، مش سهل، بس ما اتمناش ان حد يمر بيه، بس اللي مروا بيه فعلا حاسين بالمعنى اللي انا بقوله، اكيد فاهمين. وشكرا.